حياكم الله في حلقة جديدة من على حد علمي. حلقتنا اليوم على حد علمي بتكون عنيفة. ليش؟ خلونا نتعرف على ضيف الحلقة ومن بعده بنبدأ الحلقة. رحبوا معاي ببطل الملاكمة الإماراتي عيسى الدح، من على اليمين ومن على اليسار أكيد معين البستكي صاحب ألعاب الخفاء الإماراتي. حلقة اليوم مشاهدينا وجمهورنا اللي في الاستوديو بتكون حماسية 100%. يعني اللي على يساري رياضي واللي على يميني ما شاء الله صاحب ألعاب خفة، وأنا اليوم شكلي بتصفع طراقات وبوكسات وبطير. حياكم الله في حلقة جديدة من على حد علمي. جاهزين؟ يلا معين شو المعنويات؟ عالية دائما، بس اذا خوف بتخوفنا اليوم ولا لا؟ ها عندي تحمس اخوي. انا قلت اذا خسرت اليوم بيستوي الضرب. انا تو خطر في بالي انه ما شاء الله عيسى اسم على مسمى، اسم عيسى الدح، يعني بيدحنا بفلوسات على قولتهم اليوم. الله يعيننا. طيب الحلقة متكونة من 3 فقرات. الفقرة الأولى معتمدة على التركيز والذاكرة، فيها فيديوهات بنعرض لكم اياها، ومن بعد الفيديو كل فيديو نشوفه طبعا في سؤالين، سؤال دائما عندك معين وعندك ايضا سؤال يا عيسى. والفقرة الثانية هي طبعا عن اختيارات 6 مربعات، كل خصم يختار مربع للخصم الآخر. والمرحلة الأخيرة بتكون مرحلة تخصصية فيها أسئلة تخصصية في المجالين، بيكون إن شاء الله في مجال خلينا نقول ما بقول السحر، ألعاب الخفة، وفي مجال أيضا الرياضة معاك يا عيسى. جاهزين؟ جاهزين. إذن على حد علمي مع كل خصم 15,000 نقطة في مرحلتنا الأولى. خلونا نشوف الفيديو الأول. هي اطمن عليك واقول لك اني انا راده بيت ابوي، ما توقعت منكم هالمقابله. ما علي يا بنت خالتي، سامحينا، حتى انا سامحيني، لاني من هاللحظه بعتبر خالتي ما يعرف. سؤالك الأول يا معين: كم عدد الخرزات الحمراء في قرط الفنانة؟ الله شو هالسؤال الصعب يا كنترول. كل في الحلق اللي موجود في الحلق الواحد كم عدد الخرزات الحمراء؟ 3. 4. 4. إجابة صحيحة يا عيسى. إجابة صحيحة يا عيسى. طيب السؤال عند عيسى الحين، ركز يا معين في الفيديو اللي جاي. عيسى سؤالك يقول: ما هو الجهاز الموجود في الخلف عند المائدة؟ كمبيوتر. كمبيوتر أيضا إجابة صحيحة. الله. على حد علمي مشاهدينا وأيضا جمهورنا أن الملاكمة يبالها تركيز، وشكل عيسى يستخدم هالشيء في الفيديوهات، صح؟ أكيد. خلينا نشوف الفيديو الثاني وركز أكثر يا معين. إن شاء الله توكل. ما تغيرت، انا ما اقول انها مو كاسر خاطري، بس هي تقدر تستقل بحياتها وتجيب ولدها وتربيه. يا خالتي هي لو شاريه خاطر اخوي او له عندها معزه كان هي اتصلت به، بس هي قالت لكم انتم عشان هو اللي يطلع. طيب سؤالك يا معين، في شيء طلع يخص الاطفال في الخلفيه، شو هو؟ العربانه للطفل. عربانه، اجابه صحيحه. اجابه صحيحه، وايضا كان في سرير صغير، نعتبر الاجابه صحيحه. وننتقل لعيسى. عيسى سؤالك يقول يا عيسى، سؤالك: كم خاتم في أصابع الممثلة اللي هي طبعا ممثلة بدرية أحمد؟ 1. 1. والإجابة خاطئة، كان في خاتمين في إصبعها. في ثقة زيادة عن اللزوم في الواحد، بس للأسف كان في خاتمين في كل إيد، كان في خاتم، بس يمكن كانت مغطية شوي ومرات ترفع وتنزل. طيب خدعناك هالمرة، خدعة بصرية، صح يا معين؟ اي نعم. زين نشوف الفيديو الثالث. محتاج أيضا تركيز الفيديو الثالث. أسير للسعودية، أروح قطر والثقافتين مختلفات، وأروح عمان، وأنت قاربنا، ولكن أنت تشوفهم في المسرح. صح. في قطر مثلا يستمتعون وهم جالسين بس. صح. السعودية يستمتعون وهم جالسين فوق كراسيهم وقوف. صح. عمان ينبسطون وهم واقفين في المسرح كلهم. هالبلاد كيف؟ بلادنا هني إيه؟ فينا من ده على ده، لأن احنا هني شكل ما عرفنا خليط فوق 200 جنسية.
إذا هذه اللقطة الجميلة كانت من برنامج المضيف مع أكيد زميلنا وحبيبنا محمد سعيد حارب، وأيضا فناننا المحبوب عبد الله بالخير. وسؤالك يا معين يقول، الله يعينك على الجواب، شو لون المسبحة التي في معصم الأيمن أكيد بدون ما أكمل السؤال، معروف دائما المصباح الحلو اللي في إيد فناننا عبد الله بالخير، وتحية لفناننا عبد الله بالخير. وسؤالك يا عيسى، ما عدد أفراد الفرقة الموسيقية اللي كانوا موجودين 3. في الباك جراوند؟ 3. 4. وإجابة خاطئة 4. للأسف. للأسف. طيب كم عددهم؟ 4. 4. إجابة صحيحة. وانعكست الآية، قبل شوي أخذت النقاط من عنده، الحين خذ النقاط من عندك. خلينا نشوف الفيديو الأخير. إذن هذا المشهد من هذه الأغنية أيضا. وسؤالك يا معين، شو سعر قطع الملابس في بداية المشهد؟ هل كبر اللافتة؟ 10 دراهم. 10 دراهم. إجابة صحيحة. الله عليك يا معين. عيسى، سؤالك أيضا من خلال المشهد اللي شفناه، كان المشهد الأخير، اسم الجريدة اللي مسكها الممثل بإيده؟ البيان. البيان، جريدة البيان. الله عليك. إذن الإجابتين كانوا صح، وكان هذا الفيديو الأخير في هذه الفقرة. من على حد علمي كانت الفقرة الأولى، وطبعا معين أنت في الصدارة ب 14,000 نقطة. مبروك. عيسى أنت معاك 13,000 نقطة في رصيدك، ما عليه تقدر تعوض في الفقرة الثانية. من بعد الفاصل مشاهدينا في على حد علمي بنرجع مع مفاجأة من معين البستكي. وعودة مرة أخرى مشاهدينا، معانا أكيد معين البستكي صاحب ألعاب الخفة، ومعانا أيضا ضيفنا عيسى الدح أول ملاكم إماراتي. مشاهدينا احنا حاليا معانا مفاجأة من معين البستكي. يا مرحبا وسهلا فيكم أخوي عيسى. بس بداية أباك أنك تأكد للكل أن أنا وياك ما متفقين على شيء. أكيد. ولا أنك قايل لي شيء ولا أن عارف إلى آخره، صح؟ فعلا أكيد. زين. الله يستر الحين. اللي أباك تسويه أخوي عيسى، بعطيك بورد وبعطيك قلم. أباك ترسم لي رسمة مبسطة وما تراوي حد. انزين؟ اوكي. أباك يوم ترسم الرسمة تحت الرسمة تكتب رقم معين. بس ما باك تراوي حد لما أنا أقول لك يعني. اوكي. فباك تخش تجي وتكتب وترسم الرسمة. أهم شيء لا تراوي عيسى، لا تراوي. ولا تراوني. اوكي. فباك ترسم رسمة مبسطة وباك تكتب تاريخ. زين نبدأ على السريع. تاريخ نوعا ما. نبدأ في الرسمة. اوكي. خلينا نشوف. أنا ما بشوف، ما في شاشة حوالي ولا إن هذا. طبعا معين البستكي ما يشوف شيء الحين، بس يمكن بس الجمهور اللي ورا يشوف. انا ابغى اشوف الرسمه، فضولي صراحه. بس انه بتاكد ان اخوي عيسى مو بقايل لي ولا انه متفقين ولا انه. اوكي. ها عيسى شو ترسم؟ خبرني. ما يسمع ما يسمع. زين رسمت رسمه وكتبت التاريخ؟ خلصت؟ زين. الرسمه اباك تفكر فيها، انا ما قاعد اشوف، اباك تفكر فيها ونور الدين ساري يشوف. ابغى اشوف. بس الرسمه فيها قطعتين نوعا ما هندسيتين في بس انا ما فهمت شو معنات الرسمه هاي انا ممكن احاول ان اخبرك انا. الرسمه فيها اعتقد دائره. زين. وفيها مربع، اعتقد هذا حزام يمكن. بس فيها دائره وفيها مربع. صح. زين فيها دائره وفيها مربع. وفي تاريخ مذكور عندك تحت منه. في 3 وفي 2 ابراير. انا قبل ما نقيل البرنامج كنت عاطي انفلوب لنور الدين. اباك نور الدين عندك انفلوب انا عاطي لك اياه. انا سرحت في الرسمه. زين اباك تطلع الانفلوب اللي عندك، احنا ما متفقين على شيء. اكيد طبعا. اعطيك اياه ولا اقرا؟ اباك تطلع الانفلوب. زين لحظه بطلع الانفلوب، خلينا نشوف. انت التاريخ اعتقد شيء يخصك، صح ولا؟ صح. شيء يخصك انت. يخصني انا. اي نعم. وفي رسمه راسم منها. اكيد. اباك تراوي الجمهور الرسمه اللي انا راسمها من قبل ما يجي البرنامج، واباكم تراوون
الرسمه اللي شعر عيسى يمي تو وقف. رسمنا للجمهور وللكاميرا. شوفوا اوف عيد ميلاد عيسى ورسمه نفسها. هذه عندك عيد ميلاده ورسمه نفسها. ابغى اتاكد هذا عيد ميلاده. صح. عيد ميلاده. لا في غلط، لحظه عندي اعتراض. إيه. هذا شو اسمه تي معواي شوي، هذا الزقزاق. ها زين. بس شو هي دائره وش اسمه؟ القفاز هذا. قفاز. هذا الملاكمة. شيء يخص الملاكمه. بس ابراهيم شكرا جزيلا. الله عليك يا معين. معين اخلي الورقه عندي ولا أعيدها؟ ممكن بتاخذها. اخليها عندي إيه. ذكرى. زين ما عليك. بعد ما شفنا هذا العرض من معين البستكي، خلونا نختار طبعا المربع الاول لعيسى، واللي ايضا بيختار لي اياه معين لانك انت متقدم عليه في هذه المرحله. رقم 5. رقم خمسة في 4000 نقطة لك يا عيسى إذا جاوبت جواب صحيح على السؤال اللي بيطلع أمامك على الشاشة. هو سؤالك يا عيسى هو: أشد لسعات النحل تأتي من 1 الملكة، 2 الشغالة، 3 الذكور. شغالة. يعني الخدامة يعني الشغالة. أوكي إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. صراحة ما كنت عارف أنا الجواب، يا سفكر معقول هي من الخدامة. لا. جميل. طب اختار له رقم لمعين يا عيسى. 2. رقم 2 في 6000 نقطة يا معين. شكل عيسى كريم وانت تستاهل، وايضا الكمبيوتر كريم. وسؤالك يقول: ما هو الشيء الذي تنتظره طول اليوم ويوم يجيك تحصل عليه لا تراه؟ النوم، الحلم، الذاكرة. ترررر. اسوي لك ساوند افكتس نفس ما تسوون في الالعاب السحريه، العاب الخفه. عندك وقت يا معين. شيء تترياه طول اليوم، يوم تحصله ما تشوفه. يوم تقول أوه. خبروني. النوم. النوم اجابه صحيحه. يعني طول اليوم تبغى ترقد، يوم ترقد ما تشوف النوم. ما تشوف النوم. ام كلثوم تقول لك نسيت النوم. زين. مربع. تفضل يا معين، اختار لنا مربع لعيسى. 1. المربع رقم 1 في 2000 نقطة فقط لا غير لك يا عيسى إذا جاوبت إجابة صحيحة على السؤال اللي بيطلع أمامك على الشاشة. والسؤال يقول: يشم الثعبان عن طريق. كيف يشم الثعبان؟ من لسانه، من أنفه، ولا من يلده؟ لسانه. من لسانه. وإجابتك يا عيسى صحيحة. 2000 نقطة في رصيدك، مبروك. دارنا رقم لمعين. 6. عندك 3 و4 و6 وانت قلت 6 و6 يحمل في جعبته 4000 نقطة لك يا معين إذا جاوبت إجابة صحيحة على سؤالك اللي بيقول: يعرف عمر الخيول من أسنانها، حوافرها، ولا شعرها؟ أسنان. يلا يا معين. أسنانها إجابة صحيحة، مبروك. إذا ذهب الرصيد إلى معين. معين اختار رقم، باقي عنا رقمين، 3 و4. 4. 4 في كم نقطة؟ 6000 نقطة الله. في الرقم 4 لك يا عيسى إذا كانت إجابتك صحيحة على السؤال التالي. سؤالك يا عيسى: أغنى النباتات بالحديد هو؟ معروف جدا معروف. السبانخ، الليمون، ولا البقدونس؟ ها. البقدونس. البقدونس إجابة صحيحة. طبعا هذه دائما فيها مغالطة لأن معظم الناس تحسب السبانخ لأن بابا يقص عليكم وياكل سبانخ، بس فعلا الحديد موجود أكثر في البقدونس. الرقم 3 باقي لك يا معين، والرقم 3 في 2000 نقطة إذا طبعا كان إجابتك صحيحة على السؤال التالي. أين توجد البلازما في جسم الإنسان؟ مو بالتلفزيون، البلازما شيء ثاني. في الدم، في العظم، ولا في العضلات؟ إذن أين توجد البلازما؟ في دمك ولا في عظمك ولا في عضلاتك؟ شو رأي الجمهور؟ بالدم. ها؟ في الدم. فيه درسوها في المدرسة في العلوم أحيد وأنا صغير والله. في الدم إجابة صحيحة. إجابة صحيحة يا معين. كريات البلازما توجد في الدم. طيب انتهت هذه المرحلة والنقاط كالتالي:
في رصيد معين 14,000 نقطة، في رصيد عيسى 13,000 نقطة، وعلى حد علمي معين في الصدارة ومستمرين من بعد الفاصل في على حد علمي. ما زلنا متواصلين معاكم في على حد علمي، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة، فقرة أسئلة التخصص. منو ناوي يفوز، عيسى ولا معين؟ يستاهل اخوي عيسى. بدون بكوسات ها؟ هذا ما شيء. عادي؟ يمكن. يمكن؟ متى تعصب معين؟ خبرنا عيسى، متى تعصب؟ ما عصب. ما تعصب أبدا؟ نادر. ليش؟ شو السر؟ سبحان الله، لازم يكون الملاكم أعصابه هادية. جميل. هي. يعني تفرغ كل الطاقة في في التدريب طبعا، في التدريب. تفرغ أول شيء الطاقة، والملاكم أصلا إذا مثل ما تقول عصب نعم. يخسر المباراة، لأنه يعتمد 70 ل 80% على الذكاء والتركيز. جميل، إذا هذه معلومة جديدة للمشاهدين. زين، شو مواهبك غير الملاكمة؟ أحب ركوب الخيل، أحب السباحة، من هواة السفر. تسبح لنا شوي في الاستوديو هنا؟ والله إن شاء الله. بس لازم سباحات. أنا أحاول أقول يمكن يعد قصيد، يغني شيء، يسمعنا. لا وين، صوتي مو بحلو. ما عليه. نبدأ هذه المرحلة الثالثة مشاهدينا، بنبدأ أكيد مع معين لأنه هو في الصدارة، وإن شاء الله طبعا الأجدر يفوز بهذا التروفي أو الدرع المقدم من على حد علمي. والرقم واحد في جعبة الرقم واحد 2000 نقطة، لأن كل النقاط بتكون 2000 في هذه المرحلة. وسريعا من بعد الخيار الثالث تعطينا الجواب قبل ما تمر 20 ثانية قبل ما تخسر السؤال. سؤالك يا معين، طبعا تخصص السؤال: أي مدينة عربية عالمية استضافت أولمبياد الشطرنج عام 1986؟ السؤال ما عليه رياضي، بس مفروض أنت تجاوب لأن خصمك رياضي. هل في أبو ظبي أم في دبي أم في جدة؟ التايمر دبي. 20 ثانية. في أنا دبي. ودبي. دبي، إذا دبي إجابة صحيحة. 2000 نقطة في رصيدك. وسريعا ننتقل لك يا عيسى. عيسى أيضا 2000 نقطة عندك إذا جاوبت إجابة صحيحة على هذا السؤال اللي بيطلع أمامك على الشاشة. دولة أوروبية ابتكرت لعبة الجمباز عام 1776. هذه الدولة هي ألمانيا أم هي روسيا أم أمريكا؟ ألمانيا. قلنا أوروبية. ألمانيا إجابة صحيحة. يعني لا روسيا في أوروبا ولا أمريكا في أوروبا، مغششينك يعني دايركت. انزين، معين سؤالك يقول أيضا 2000 نقطة بتكون إن شاء الله في رصيدك. قول إن شاء الله. بطل مغربي حطم الرقم القياسي، رقم العالم طبعا، في الركض. نوفل وهاب، سعيد عويضة أم يحيى بن فقيه؟ ركز شوي، يمكن الجمهور شوي يساعدك. والله أنا أشك أن الجمهور يعرف الجواب. عارف أنا روحي. شو نقول؟ سعيد عويضة. سعيد عويضة إجابة صحيحة. فعلا إجابة صحيحة. بيني وبينك عيسى، كنت تعرف الجواب؟ نعم. قول والله. والله. ما شاء الله عليك. أنا قلت سؤال رياضي بس وايد تخصصي، ما أنا أدري ضربيت بعرفه شيء ولا لا. حظ، قلت يمكن تصيب. زين، عيسى عندك الحين السؤال، وأيضا 2000 نقطة في رصيدك إن شاء الله إذا جاوبت جواب صحيح. مسلسل تركي تاريخي يتناول حياة السلاطين. وايد سهل يا ريال. أرض العثمانيين، الأناضول أم أرض الترك؟ أرض الترك. أرض مسلسل الترك. معين تعرف الجواب؟ أرض العثمانيين. أرض العثمانيين إجابة صحيحة. أرض الترك طبعا جواب خاطئ. هذا طبعا عرض على مؤسسة دبي للإعلام. الساعة كم يحطونه؟ عشان أبدأ أتابع. إذا في إعادة بخبرك. تابع في الإعادة. طيب السؤال حاليا لمعين، ورقم 5 2000 نقطة. ومعين سؤالك جدا سهل، المفروض نحن ما نعطيك خيارات. من أشهر برامج السحر في العالم لأن تخصصك هذا؟ إيه تفضل. شو؟ ديفيد كوبرفيلد. وإجابة صحيحة. إجابة صحيحة. 2000 نقطة في رصيدك. والسؤال الأخير لك يا عيسى في هذه المرحلة وفي حلقتنا لليوم. سؤالك يحمل أيضا 2000 نقطة، والسؤال جدا سهل. من أدوات الساحر، الساحر شو يستخدم؟ 1 يستخدم العصا والقبعة، ولا يستخدم الثعبان، ولا يستخدم الرمل؟ العصا والقبعة. العصا والقبعة، وإجابة صحيحة. إذا مشاهدينا على حد علمي كان صراحة الحماس موجود في هذه الحلقة، والتنافس كان جدا جميل بين معين البستكي وعيسى الدح. بس خلنا نشوف النتيجة.
النتيجة جاءت كالتالي: عيسى معاك 11,000 نقطة، معين معاك 16,000 نقطة. مبروك لمعين. تستاهل. إذا بروح رياضية يا عيسى، ونحن على حد علمنا أنك رياضي لازم تسلمه الدرع ان شاء الله. اللي معين البستكي. مبروك عليك، لا تخفي الدرع، دير بالك بيخفي ترى بعد شوي. تستاهل. يعطيكم العافية. إذا مشاهدينا تابعتوا هذه الحلقة الجميلة من برنامج على حد علمي، بشوفكم إن شاء الله في حلقات مقبلة. تقبلوا تحياتي نور الدين اليوسف، الله يحفظكم.